تخيل انك ماشي في مكان مهجور وفجأة تلاقي شنطة سحرية قدامك على الأرض، مفيش أي حد حواليك بس الشنطة دي ليك، ولما تفتحها هتلاقي جواها حاجة واحدة بس. السؤال بقى هو تحب تلاقي ايه جواها؟ أول حاجة رسالة من نفسك في المستقبل، تاني حاجة صورة لشخص هيكون مهم جدا في حياتك، أما تالت حاجة زرار يمسح موقف معين من ذاكرتك، ورابع حاجة مفتاح لمكان غامض بس مش معروف بيفتح ايه. هسيب لك 5 ثواني تختار وبعد كده هقولك معنى اختيارك ايه. لو اخترت أول اختيار اللي هو رسالة من نفسك في المستقبل، فأنت شخص عقلاني وتحليلي وبتحب تتعلم من الحياة وبتفكر كتير في المستقبل وبتحب تتأكد إنك ماشي في الطريق الصح وعندك طموحات عايز تحققها. بتميل للعقلانية لكن دايما بتسأل هو أنا هكون فخور بنفسي بعد سنين؟ أما لو اخترت تاني اختيار اللي هو صورة لشخص هيكون مهم في حياتك، فأنت شخص عاطفي جدا وبتحب العلاقات، الصداقة والحب والعيلة بالنسبة لك أهم من أي حاجة تانية، وأنت بتدور على الشخص اللي بيكمل حياتك ويكون سند ليك، ويمكن جواك حاسس إن في حد لسه مجاش مستنيه. أما لو اخترت الاختيار التالت اللي هو زرار يمسح موقف من ذاكرتك، ده معناه إنك شخص شايل جواك حاجات كتير، يمكن ندم يمكن ألم، وأنت بتحاول تمشي قدام لكن الماضي لسه مؤثر عليك. اختيارك ده مش ضعف، بالعكس ده دليل ان انت بتتمنى تبدأ من جديد وتتحرر. لو اخترت الاختيار الرابع مفتاح لمكان غامض، فانت شخص فضولي جدا محب للمغامرة والغموض، بتحب الاسرار وبتنجذب لكل ما هو مش واضح، عندك رغبة داخلية بكسر الروتين وتكتشف العالم بطريقتك. كمان ده دليل ان انت مستعد تاخد مخاطرات حتى لو مش عارف النتيجة. بس ده كان نهاية الفيديو. لو عجبك النوع ده من الفيديوهات تعمل لنا فولو ولايك وسبسكرايب على حسب بتشوف الفيديو ده منين.